النهاردة هحكي لكم قصة مرعبة جدا حصلت مع واحد من متابعينا. قصة هتخليك تفكر 1000 مرة قبل ما تنام والكشاف جنبك، وخصوصا لو لونه أحمر. لو بتحب قصص الرعب ما تنساش تشترك في قناة بيت الرعب وتفعل الجرس علشان توصلك كل الحكايات اللي تخلي قلبك يوقف من الخضة. يلا بينا. بدأت القصة في حارة من الحارات الشعبية في بيت قديم من أيام الإنجليز، ساكن فيه خالد لوحده بعد ما أهله سافروا الخليج. خالد كان طالب في كلية تجارة وعايش في الدور الثالث فوق السطوح. الكهرباء في الحتة عندهم دايما بتقطع، وخصوصا في الشتاء، علشان كده اشترى كشاف أحمر من السوق، بيقولوا عليه قوي جدا وبيشوف في الضلمة كويس. في أول ليلة استخدم فيها الكشاف الكهرباء قطعت بعد نص الليل. فتح الكشاف ومن أول ثانية حس بحاجة مش طبيعية، كأن فيه دخان طالع من الكشاف، وبعدين لمح حاجة بتتحرك في طرف أوضة النوم بسرعة رهيبة. خالد افتكر إنه بيتهيأله، لكن وهو بيمسح عينيه شاف خيال طويل ورفيع واقف عند الباب. وشه مش باين، بس إيديه طويلة أطول من الطبيعي، وصباعه الصغير كان معوج بشكل غريب. أول ما نور الكشاف لمسه سمع صوت زي زنة في ودنه، والخيال اختفى فجأة. اتوتر خالد وخرج بسرعة من الأوضة على الصالة وقفل الباب. قعد قدام التلفزيون اللي كان مطفي وفضل ماسك الكشاف بإيده، لكن حس إن فيه نفس سخن وراه. لف بسرعة، مفيش حد، بس ريحة شياط كانت مالية المكان. المرة دي النور قطع وأنا لوحدي، لا في ماما ولا يوسف. البيت كان ساكت بشكل خوف، وكنت سامع صوت تكة خفيفة جاية من عند باب الشقة. قربت بشويش والكشاف في إيدي بيترعش من الخضة. أول ما نورت الكشاف الأحمر ظهر تاني، كان واقف في نص الطرقة وعيونه مقلوبة، جسمه طويل أكتر من المرة اللي فاتت، وإيديه مفرودة كأنها هتخنقني. بس المرة دي ما اختفاش، فضل ثابت وبيتحرك نحاية واحدة واحدة برجليه اللي مش بتلمس الأرض. وأنا برجع لورا وقعت على ظهري والكشاف وقع جنبي، لكن لسه منور. فجأة نور الشقة رجع والعفريت اختفى. بعد اللي حصل قررت أحكي لماما. قالت لي إني متوترة من الامتحانات وإن ده أكيد ضغط نفسي، بس يوسف كان بيسمعني. وبعد ما ماما مشيت قال لي أنا شفت حاجة شبه كده من كام يوم. كنت في أوضتي والنور قطع، وكنت ماسك الكشاف وشفته واقف في المراية. قلبنا اتقبض، بس قررنا نجرب حاجة مجنونة، نقطع النور بإيدينا ونشوف إذا كان بيظهر تاني ولا لأ. الساعة 12 بالليل قفلنا النور وقفلنا الموبايلات ومسكنا الكشاف الأحمر. أول ما نورناه سمعنا صوت أنين جاي من المطبخ. مشينا بشويش ناحية الصوت وكان قلبي بيخبط زي الطبول. وصلنا للمطبخ والدور علينا. ظهر ورا التلاجة، كان متني وشكله زي كأن عظامه بتكسر كل ما يتحرك. قرب علينا وإيده كانت بتتشاور على يوسف وبيقول بصوت مخنوق رجعوه رجعوه. يوسف صرخ وجري ناحية أوضته وأنا وراه. قفلنا الباب بالمفتاح وحاولنا نهدأ أنفاسنا. من تحت الباب ظهر ضوء أحمر خفيف، مش نور الكشاف، نور جاي من تحته. وبدأنا نسمع صوت خطوات بتمشي حوالين الأوضة، خطوات خفيفة وسريعة كأنها مش لإنسان. وفجأة خبطة جامد على الباب، خبط كأن حد عايز يخلعه من مكانه. يوسف بدأ يقرأ قرآن بصوت عالي، وفجأة كل حاجة سكتت. تاني يوم الصبح لقينا الباب مكسور من جوه، كأن اللي كان بيخبط علينا قدر يدخل. بس إحنا مش فاكرين حصل إيه بعد ما كل حاجة سكتت. لقينا علامات غريبة على الحيطة، رسومات كأنها معمولة بدم، دايرة وعين في النص، والكلام مش مفهوم. أنا قررت أبحث ودورت على الإنترنت. لقيت نفس العلامة في منتدى بيتكلم عن بوابة الأرواح، وكل اللي فتحوا البوابة اختفوا أو جننوا.
بدأت أشوف أحلام غريبة. كل يوم نفس الحلم، باب قديم بيتفتح وورا الباب في نور أحمر ساطع، والعفريت واقف جوه بيشاور لي أقرب. صوت في الحلم كان بيقول: انت اللي فتحتي البوابة، لازم تكملي. كنت بصحى وأنا مرعوبة، بس الكوابيس بقت حقيقة. كل مرة النور بيقطع بيظهر، وكل مرة بيقرب أكتر ووشه بيبقى أوضح. لقيت نفسي بكلم حاجات مش موجودة وصوتي بيتغير. في يوم وأنا قاعدة لوحدي لقيت كشاف الأحمر شغال لوحده، وسمعت همسات في ودني: يوسف هو السبب، هو اللي دخلنا. قلبي اتشل وركضت عليه، قلت له: انت عملت ايه؟ وشه كان شاحب واعترف لي انه لقى كتاب قديم في سطيفة العمارة كان عليه نفس العلامة، وفتح الكتاب وشاف تعويذة وقرأها وهو بيضحك. لكن من وقتها كل حاجة اتغيرت. قررنا نرجع الكتاب لمكانه، بس لما طلعنا السطيفة لقيناها متدمرة. مفيش أي كتاب، بس في دم سايح على الأرض وبينزف من الحيطة كأنها بتنزف. وفجأة سمعنا صوت يوسف بيصرخ ورايا، وبصيت لقيته مش واقف جنبي. أنا كنت لوحدي، واللي كان جنبي ده كان بيضحك وشكله بقى زي يوسف بس بعين واحدة سودة. هربت بسرعة ونزلت لقيت يوسف الحقيقي مرعوب ومستني في الشارع. قال لي: أنا معرفش إيه اللي طلع فوق، بس أنا متأكد إني شفتك بتنادي عليا بصوت مش صوتك. بدأنا نفكر إن الكائن ده بيقدر يتجسد على هيئة أي حد فينا، وده معناه إنه ممكن يخدع أي حد. لازم نلاقي طريقة نقفل البوابة. puzzled، بس إزاي؟ لقينا في التعويذة اللي يوسف قراها سطر بيقول: اللي فتح الباب لازم يضحي، وإلا هتفضل الأرواح تاخد من حواليه واحد واحد. يوسف قرر إنه يعمل تضحية، يقرأ نفس التعويذة في المقابر المهجورة جنب بيتنا وهو ماسك الكشاف الأحمر. بس أول ما بدأ يقرأ الأرض بدأت تهتز، والأصوات بقت حوالينا من كل اتجاه. خرجت عفاريت من كل ناحية وشاورت على يوسف وبدأت تسحبه، وأنا بصرخ وبحاول أشده، لكن واحد منهم قرب مني وقال بصوت زي الزئير: انت اللي فضلتي تبصي في النور الأحمر، انت اللي فتحتي. وفجأة كل حاجة سكتت، ويوسف اختفى والكشاف طفى. رجعت البيت وأنا مش مصدقة. من اليوم ده كل ما النور يقطع الكشاف ينور لوحده، وكل مرة بشوف يوسف واقف بعيد شكله متغير كأنه بقي واحد منهم، وبيشاور لي إني أقرب وأنا مش قادرة أقاوم. في مرة قربت بالكشاف وقلت له: أنت يوسف؟ رد عليا بصوت مش صوته وقال: يوسف انتهى، بس أنا لسه هنا علشانك. ساعتها حسيت إني دخلت دوامة، والأرض بقت سودة والحيطان بتنزف دم والبيوت كلها مقلوبة. رجعت تاني الوعي ولقيت نفسي في أوضتي، بس الدنيا مش زي ما كانت. الساعة واقفة وكل حاجة متجمدة، والباب مفتوح على آخره، والكشاف الأحمر شغال لوحده وجايب ضوء على وشي. دخلت ماما وقالت لي: انتي بتكلمي مين؟ وأنا كنت بكلم الكشاف وأسمع صوت يوسف منه. بدأت تحاول تطفيه لكنه فرقع في وشها، ووشها اتحرق، بس ما صرختش ولا قالت بصت لي وقالت: أنا كمان شفتهم. البيت بقى كله تحت سيطرتهم، كل مكان فيه نور أحمر، وكل مراية بتعكس عفاريت واقفين بيبصوا علينا. قررت أسيب البيت، بس أول ما وصلت لباب الشقة لقيني مكتوب عليه بالدم: رجعيه أو خدي مكانه. دلوقتي أنا بقيت محبوسة، الكشاف الأحمر بقى جزء مني، وكل ما أنام بشوف العفريت وبسمع صوته بيقول لي: قربتي، فاضلك خطوة. وده آخر يوم هكتب فيه، علشان حسوا إني خلاص هتحول. لو كنت قريته لحد هنا ما تبقاش لوحدك في الضلمة، وما تولعش كشاف أحمر. لو عجبتكم القصة المخيفة دي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب لقناة بيت الرعب
علشان توصلكم باقي القصص اللي هتخليكم تناموا والنور مولع. اكتب لي لو حابب جزء تاني من نفس القصة، أو تحب تشوف قصة تانية عن كشافات، مرايات، أو أي حاجة عاوز تجرب ترعب نفسك بيها. عاوز أكمل؟ تحب قصة بنفس الطابع بس عن شيء جديد؟